طريق صلاح سالم، زي ما تكلمنا عن جسر السويس وطريق النصر، لا يخفى ثالثهم أكثر الطرق رسمية وأرقاها، لأنه هو أول شارع بتحط رجلك عليه من ساعة ما تنزل من المطار، حتى إنه هو له 3 أسماء: طريق المطار، طريق العروبة، وطريق صلاح سالم، كلهم واحد. بدايته من عند شيراتون المطار ونهايته عند موقف المنيب، يعني طوله 25 كيلومتر. من أول شيراتون حتى السيدة عائشة مش راح تلاقي أي موقف، لأنه الطريق بيضم كل المباني التابعة للقوات المسلحة ومؤسسات الدولة: دار الدفاع الجوي، دار المركبات، الكلية الحربية، دار وتعدش. فزي ما قلت لك هو شارع رسمي. طيب خطوط سيره ايه بقى؟ بالبداية طبعا المطار، استاد الكلية الحربية في شيراتون، كوبري الجلاء، قصر البارون، كوبري المرغني، أرض المعارض واللي عندها محطة مترو، كوبري الفنجري، كوبري أكتوبر اللي بياخد على العباسية، مدينة البعوث الإسلامية، مشيخة الأزهر، وحديقة الأزهر، والسيدة عائشة، والقلعة. بعد كده نفق الملك صالح واللي عنده برضه محطة مترو، بيعدي على جزيرة المنيل، ومن ثم في الجيزة بيفتح 4 طرق: شارع الهرم وفيصل، شارع مراد، وجامعة القاهرة. وهو بيكمل لوحده باتجاه الجنوب حتى موقف المنيب. مواقفه قليلة، تقريبا 3 بس اللي هم على الطريق رسمي، يعني موقف المنيب والجيزة والسيدة عائشة. لكن لو وقفت على الطريق يعني هتعرف تركب بس لوحدك، يعني ممكن حوالين الشارع كده تلاقي لك موقفين في الطريق. لكن عموما هذا هو صلاح سالم، شارع رسمي وما فيهوش لف ودوران. خد لك لفة في الحساب كده واعمل فولو بس كده.